السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الدرس غادي نهضروا على introduction to recording sequences. اليوم بالفرنسي سميتهم لي سويت ريكورد، وبالعربية كذلك سميتهم المتتاليات التراكمية. في الأمثلة السابقة كنا شفنا UN على هذا الشكل، يعني UN function كتساوي مثلا 3 n زائد 5، بحيث n كتنتمي للمجموعة ديال n من 0 حتى لانفيني. لذلك كتعطينا واحد الابلاي ديال الفانكشن ديال يو ان، بحيث الا كان ان كيساوي 0 بار اكزومبل غادي تولي يو ان كتساوي 5، الا كان ان كيساوي 1 غتولي يو ان كتساوي 8، وهكذا الى لانفيني. لكن في الامثله الجايه اللي هما recurring sequences ما غاديش نعتمدوا على هذا الشكل البسيط، غادي نعتمدوا على شكل اخر. الدالة التراكمية أو المتتاليات التراكمية عفوا، والتي هي recurring sequences، غادي تكون بحال هاد الشكل. يعني غادي تبدل يو زيرو باش تولي يو وان، يعني هذيك initial condition غادي تبدل، وحتى يو ان بلس وان تولي في ان بلس وان إلى آخره. ولكن الشكل العام هو هكذا. فكما كتلاحظوا بأن الشكل العادي كان يو ان كيساوي 3 ان زائد 5، لكن هاد الشكل ديال المتتاليات التراكمية كيعتمد على يو ان جاية، بحيث كتساوي 3 ان زائد 5 ديال يو ان السابقة. يعني هذا هو الأنواع ديال المتتاليات التراكمية، وغادي نشوفوا مثال على هاد الشيء. هنايا غادي نشوفوا واحد من أكثر المهندسين أو العباقرة اللي كان خرجوا في الطاليان، وهو اللي سميتو ليوناردو بيسانو بيغولو، وهو اللي مشهور ايضا بفيبوناتشي. شنو كيقول لنا فيبوناتشي؟ كيقول لنا تخيل عندنا هاد الان نمبرز، يعني من 0 حتى 12، يعني عندنا 13 بوزيشن. غادي نجيبو يو ان، ولكن حيت حنا كندرسو فيبوناتشي غادي نسميوها اف ان. اوكي، شنو تيقول لنا فيبوناتشي؟ فيبوناتشي كيقول لنا اول جوج تيرمز، يعني داك اللي فيه ان كيساوي 0 و ان كيساوي 1، اف ان هادوك جوج بوزيشن الاولين تا هما خاص يكونوا كيبداو ب 0 1. هادي initial condition ديال فيبوناتشي. دابا فرضا بغينا نحسبوا داك اكس اللي كاين دابا في ان كيساوي جوج. شنو كيقول لنا فيبوناتشي؟ الا بغيتي تلقى العدد هذا فهو بكل بساطه هو جمع ديال الخانتين السابقتين، يعني اف 0 و اف 1 كتعطيك هي هذيك اف جوج. الا بغينا مثلا نحسبوا اف ديال 3 فهي كتساوي الاف ديال 1 زائد الاف ديال جوج، والنتيجة في الأخير غادي تكون عندنا هي جوج. إلا مشينا كملنا على نفس المفهوم، يعني اف ان ديال 4 غادي تولي كتساوي ليك اف ان ديال 3 زائد اف ان ديال جوج، في الأخير غادي تولي كتساوي ليك 3. ولا بقينا غادي مكملين في الأخير غادي تخرج لينا هاد لا ليست اللي كتشوفوا قدامكم. قبل ما تمشيو بغيت نقول لكم واحد كويك انفورميشن، يعني ابليكيشن على الفيبوناتشي سيريز. واش عمركم تسالتوا بانكم هذيك الورقه اللي كطبعوا في لامبريمون ديالكم سميتها اي 4، وعمركم تسالتوا بانها ما يمكنش او يمكن تكون تصايبات على فيبوناتشي سيريز؟ هذه هذا هو واحد من الابليكيشنز ديال فيبوناتشي سيريز اللي كاينين. فعندنا الاي 4، عندنا الاي 3، وعندنا الاي 1، الاي 0 اللي هي الكبيره كاع. وهذا الشيء كيدخلنا في واحد القوس كبير سميتها هاد الحاجه اللي كتعطينا سبايرال بحال هكا سميتها الجولدن ريشيو. وهذا خلى يصنع واحد الهيوج موفمنت في اللوغو ديزاين، خاصة اللي شفتوا الشركات الكبار كاملين بازين على الجولدن ريشيو. اغلبيتهم ماشي كلهم ولكن اغلبيتهم، يعني الا بغيتي يكون اللوغو ديالك فانسي انسبيريتيف ستوند، يعني
حجره ما تيتبدلش على مدار السنين، فخاصك تبازا بزاف على الجولدن ريشيو. فالجولدن ريشيو اصلا هي شيء كاين في الطبيعه اصلا، فكما كتشوفوا كاين في السان فلاورز، كاين في الببوشه سنيلز، كاينه موجوده اصلا في الطبيعه. سبحان الله الخالق. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. ما تنسوناش بصالح الدعاء ديالكم. السلام عليكم.